أبرز وأقدم حي عربي بحيفا وادي النسناس. جاهزين نعمل لفة بالحارة؟ وادي النسناس حي بحيفا القديمة اللي كل بيوته قديمة وسكانه من عرب حيفا الأصليين. داش إلكو هون عمو؟ مش كتير، أكبر من عمري بسنتين. أنا من 82. 50 سنة 60 سنة. قريصة لكون انت 40 سنة و10 سنين اللي قبله. واللي بيحب يجي عنا 100 أهلا وسهلا. اعتبر الحي المقر الرئيسي للعرب بحيفا، وكان فيه ندوات واجتماعات كتيرة لأحزاب عديدة منها الحزب الشيوعي. تربى بالحي وعاش شعراء ومفكرين معروفين كتير، منهم الشاعر محمود درويش، مع إنه ما انولدش هون بس تربى وعاش هون. هذا كان لأمي الله يرحمها توفت، بعدين أنا وأختي استلمنا محلها. محل أبوي أنا الله يرحمه، إسا أنا ابني عم بكمل محلي. الحي بحبه لأنه خلقت فيه، كبرت فيه، مش فيها خطير فيه. بعد من جيل 4 سنين. يعني أنت ربيان هون؟ طبعا. زباينك أغلبهم من الوادي ولا كمان بيجوا لا، من كل إسرائيل. تل أبيب، ريشون، نتانيا، بالجليل. بيجوا لهون يحلقوا عندكم؟ طبعا. في عندك هون ورق دوالي، في عندك هون ملفوف، أكتر إشي مشتهرة هون اللي منزلة، هاي كتير زاكي. اسمعوا كتير زاكي، كتير 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 كتير. خلت أسلم إيديكي نهارك فال. طب شو أكتر إشي هون بتحبه بالوادي؟ إيه، بحب الزلمة. الله يخليكوا لبعض عمو. إيش بنعمل؟ بنعمل أول إشي عدة أنواع خبز. تمرد حجم سمك. صغير كتير، أول مرة بشوفك خبز. أسألك عن الحي. أنا من صندلة بتعرفيها؟ صح، مزبوط مزبوط يعرفوا. شكرا. كتير زاكي، خلص أنا اليوم أكلت كتير يعني بكفي نتشي وحدة. حياتي هون، فيش إشي بحبوش بالواد. بنرحب كل واحد بيجي لعنا. بدكم تيجوا معنا المشوار الجاي؟ اعملوا لنا فولو، مش ما تيجوش. حلو الحارة كتير، ملاني أكل، هذا المهم.